على هذا الملعب مع المنتخب السعودي للشباب والفوز بالبطولة العربية على حساب الفراعنة. تحية زميلي أحمد النفيسة وتحياتي بلال، ولكن هيثم لعيوني اتقطعت في وسط الملعب بانطلاقة أمامية ومحاولة من علي أبو عرقوب إلى أنيس السالتو. أنيس يحاول أنيس أول فرصة في المباراة. أدي الكرة على الأرض وأدي اللمسة مرة تانية عند تيري مانزي اللي يرجع لمنطقة الدفاع. الضغط من كاريو ولكن نشنوش يصلح غلط. احمد كمال هم خدمة بيقول العب ما فيهاش اي حاجة. هنا ريلسون الى كرة طويلة عند انيس السالتو، بيحاول انيس يعدي مع خليدو كوليبالي. المرة دي انيس السالتو عدى انيس. مين اللي جاله وسعود عبد الحميد ينقذ الكرة. هو في اليمين تيري مانزو مع الكرة، تيري مانزو على يمينه مؤيد جدور، لكن هو عايز يلعب عرضية فيها خطورة حلوة من اهل طرابلس، لكنها مرت مع الكرة. مصعب يلعب كرة عالية عند ميشائيل، استلم ميشائيل، شوط ميشائيل ولكن في احضان محمد نشنوش. حلوة. هيعمل ايه ناصر؟ هل هيلعب بالعرض؟ لكن مرر الكرة عند ميشائيل. عملية في تغيير المراكز ما بين لعيبة الهلال. سعود يا لعيب ولكن المرة دي نشنوش والى ضربة ركنية. شفت التحرك من غير المباراة، وضربة ركنية من نصيب نادي الهلال. وترقب وحذر داخل منطقة الجزاء لروبن نيفيز اللي يسدد. نزلت لميشائيل ما ظبطتش روبن نيفيز لكنها مرت والى ضربة ركنية من جديد. على الارض الى مصعب الجوير اللي بيغير اللعبة عند سعود عبد الحميد. سعود استلم، راح من الجانب الايمن. سعود سلم الكرة عند سالم الدوسري. سالم مرة تانية عند سعود جوه منطقة الجزاء. عرضية ما تلاقيش حد الى ميشائيل دلجادو. مرت على يمين نشنوش والى ضربة مرمى. انتفض الهلال واصبح يهدد مرمى اهل طرابلس. ان جورجوش مفوقه بيتحرك صح، بالرغم ان ادواره ممكن ما تبقاش باينه للجميع، لكن عامل دور تكتيكي ممتاز في وسط الملعب مصعب الجوير. وامامنا هنا هيني ريلسون، وكرة بترجع عند خليدو كوليبالي ولكن معها صفارة من ادهم مخدمة. حكم الساحة من الاردن الشقيق يعلن انتهاء شوط اللقاء الاول. تعادل سلبي ما بين اهل طرابلس